في البدء لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولأهمية ذلك في استمرار القناة. نيسن بيفوق بيلاقي نفسه بيسبح في الهواء، وبعدين بيتذكر انه سقط من طائرة اثناء صراعه مع بعض الاشخاص، وبيلاقي رجليه معلقة في احد الشحنات اللي سقطت من الطائرة معاه، وبيحاول يوصل للشحنة لكن رجليه بتنفك منها وبيقع على شحنة تانية. بيلاقي شخص متعلق معاه في الشحنة وبيصوب عليه الرصاص لكنه بيضربه وبيقوله أنا آسف، كان رد فعل تلقائي مني. بيلاقي شخص تاني بيصوب عليه الرصاص وبيقفز على شحنة تانية من الشحنات وبيصعد وبيهاجم الشخص لكنه بيروح وراه وبيهاجمه، وفجأة بتسقط شحنة تانية من الطيارة وبيسقط الشخص اللي كان بيهاجمه. بيلاقي حبل الشحنة اللي واقف عليها هينقطع وبيقفز على الطائرة في آخر لحظة، لكنه بيشوف المرة دي سيارة بتسقط عليه من الطائرة وبيرجع يسبح تاني في الهواء وبينقذه شخص وبيمسك ايده. بنرجع بالزمن عشان نعرف سبب قصة المطاردة العجيبة دي. نيسن بيعمل جرسون في حانة وبيتعرف على بنت وبيسرق الإسورة اللي في ايديها. نيسن لص. بيجيله شخص اسمه فيكتور وبيقوله كانت هدف جيد. بيقوله مش فاهم كلامك. بيقوله البنت اللي سرقتها، وبيقوله أنا بعرض عليك مهمة هتغنيك عن السرقة والعمل هنا. وبيرفض نيسن حتى قبل ما يعرف المهمة اللي بيعرضها عليه. وبعد ما بيمشي فيكتور بيكتشف وجود كارت له وضعه في جيبه. بيروح له نيسن بيقوله فيكتور هل وافقت على المهمة اللي عرضتها عليك؟ بيقوله لا، أنا جيت عشان آخد صور البنت اللي أخدته مني. وبيقوله في درج المكتب خده. بيشوف نيسن خريطة بيتعرف عليها وبيقوله دي خريطة ماجلان في رحلته حول العالم، وبيقوله لكنها مش أصلية. بيقوله فيكتور لا، الخريطة أصلية، وماجلان مات أثناء رحلته في الفلبين للبحث عن كنز عظيم جدا من الذهب. بيقوله لكنها كانت مجرد قصة. بيقوله فيكتور القصة حقيقية والذهب موجود هناك، وإن قيمة الذهب بتعادل 5 مليار دولار. وبيقوله في شخص أخبرك بالقصة دي. بيقوله كنت عاوز أقولك إن أخوك الكبير سام كان صديقي، وبيوريله صورته معاه على الموبايل، وبيفهم منه إنهم كانوا مع بعض في رحلة البحث عن كنز ماجلان في أسبانيا، واختفى أخوه سام هناك. وبيسأله فيكتور ما تعرفش هو فين؟ بيقوله نيسن لا، من قبلها ما شفتهوش. وبيرجع نيسن لمنزله وبيفكر في المهمة اللي عرضها عليه فيكتور، وبيقرر يروح معاه على أمل إنه يلاقي أخوه سام هناك أثناء بحثه عن كنز ماجلان. وبيقوله فيكتور الحجرة اللي فيها الذهب لها مفتاح هيتباع في المزاد اللي أمامك بعد أيام. وبيقوله نيسن لكني أعرف إن الحجرة لها مفتاحين. بيقوله فيكتور عظيم إنك عارف، المفتاح التاني معايا. وبيقوله مهمتك تفصل الكهرباء عن المكان وهقوم أنا بسرقة المفتاح. نيسن شخص رياضي وبيتمتع بصحة جيدة وبيستعد للمهمة. بيروحوا للمزاد في ميعاد عرض المفتاح للبيع، وبيحضر أيضا للمزاد امرأة اسمها جو، وهي أحد أفراد عصابة بيحاولوا هما كمان يسرقوا المفتاح عشان يوصلوا لكنز ماجلان. وبيتضح إنها تعرف فيكتور وبتكلمه، وبتقول لرجال العصابة يراقبوا نيسن. بيضع نيسن لبانة في الباب وبيدخل لغرفة الكهرباء عشان يفصلها، ويقوم فيكتور بسرقة المفتاح. بيبدأ المزاد وبيبدأ فيكتور بسعر مبدئي للمفتاح، لكن طبعا هو مش هيشتريه وهيسرقه. وبيفتح نيسن صندوق الكهرباء، بيبدأ يقص سلك الكهرباء عشان يفصلها، لكنه بيتفاجئ بأحد أفراد العصابة وبيهاجموا نيسن وبيهرب من الغرفة، لكنه بيلاقي شخص آخر أمامه وبيحاصروه.
وبيهاجمهم لكنهم أقوياء، وبيقفز على المصابيح الضخمة المعلقة اللي بتتكسر وهو معلق فيها، وبيلبس فيكتور زي موظفين الأمن، وبياخد المفتاح اللي بينقلوه بعد ما شافوا هجوم نيسن، لكنهم بيضعوه في إيد الشخص الخطأ. بتشوفوا جو وبتروح وراه. بيروحوا موظفين الأمن عشان يمسكوا نيسن، لكنه بيخليهم ينظروا خلفهم، وبيجري بسرعة وهو رشيق وسريع جدا. بتوقف جو فيكتور وبتقول له هات المفتاح، لكن بيجي موظفين الأمن وبيقول لهم فيكتور اللي بيعتقدوا انه موظف أمن زيهم عاوزة تسرق المفتاح، وبياخد فيكتور المفتاح وبيمشي. وبتهاجمهم جو، وواضح انها بتجيد الفنون القتالية. بيركب فيكتور السيارة وبيتفاجئ ان نيسن منتظره فيها، وبيقول له نيسن خلي المفتاح معايا عشان يضمن انه ما يهربش منه. وبيقول له فيكتور انت مش واثق فيا؟ بيقول له لا، انا لسه معرفكش. وبيركبوا الطائرة وبيروحوا برشلونة في اسبانيا، وبيبدأوا رحلة البحث عن كنز ماجلان، المكان اللي اختفى فيه اخوه سام. بيوصلوا اسبانيا وبيقابلوا هناك بنت اسمها كلو، والمفترض انها معاهم في المهمة هناك. وبيقول له فيكتور ان كلو معاها المفتاح التاني، وبيتفاجئ نيسن ان كلو سرقت منه المفتاح اللي معاه اثناء ما كانت واقفة خلفه، وواضح ان التلاتة لصوص محترفين جدا. وبيجري نيسن وراها عشان يسترد منها المفتاح، وبتجري منه بكل رشاقة، لكن نيسن سريع جدا وبيجري وراها، لكنه بيقع في المية. بتركب السيارة وبيروح لها نيسون وبيقول لها انتي ما تعرفيش الكنيسة اللي هنستخدم فيها المفاتيح، وبيقول لها فيكتور اتفضلي روحي لوحدك، لكنها بتقتنع بكلامهم. وبيقول لها نيسن لازم نثق في بعض طالما هنتعاون في مهمة مشتركة، وبتديلهم كلو المفتاح. بيوصلوا للكنيسة اللي هيستخدموا فيها المفاتيح، وبيستخدموا المفتاحين في نفس الوقت في اتجاه عقارب الساعة، لكن بتخرج سهام من المكان، وحظهم حلو انها ما اصابتهمش. وبيجربوا المرة دي يديروا المفاتيح عكس عقارب الساعة، وبيسمعوا صوت شيء بيسقط، وبيديروا الدولاب بيلاقوا باب انفتح خلفه وبينزلوا فيه. بتمشي كلو في اتجاه اليسار، وبيروح فيكتور للجهة الخلفية من المكان، وبيقول لها نيسن في سهم على الجدار بيشير لناحية اليمين، وبتقول له كلو روح زي ما انت عاوز. وبتخرج سهام امامه من الجدار على بعد سنتيمترات منه، وبيرجع يمشي في الطريق اللي قالت له عليه كلو. وبيلاقوا باب تاني بيفتحوه وبيدخلوا. بيخرجوا بيلاقوا نفسهم في ملهى ليلي. بيستغربوا وبيقولوا اكيد كان طريق خطأ، لكن بتشوف كلو عبارة لاتينية على الجدار وهي الجحيم، وهي الكلمة اللي قال لهم عليها فيكتور. وبيشوفوا أفراد العصابة في المكان، وبيدخلوا مع الراقصين عشان ما يتعرفوش عليهم، وبيقرروا يفتحوا المكان اللي في الجدار. وبيشتت نيسن انتباه الناس بحريق من الكحول على البار. وبتروح كلو تفتح المكان، لكن بيجي أحد أفراد العصابة وبيهاجموا نيسن. وبتفتح كلو المكان بالمفتاح، وبتدخل وبيدخل وراها نيسن في آخر لحظة. وبيدخلوا مكان غريب وبينفتح مكان آخر، لكن المية بتحاصرهم. وبيقول لها نيسن أكيد في مكان تاني للخروج. وبيشوف فيكتور المكان اللي هيفتحه من الناحية التانية عشان يخرجهم، وبيلاقيه محاط بزجاج بيحاول يكسره، لكنه بيلاقيه صعب الكسر. وبتيجي جو وبتقول له اديني المفتاح، وبياخد منها المسدس. وبيسمعهم فيكتور وبيقول له نيسن بسرعة، وبتهاجمه جو عشان تاخد المفتاح. بينزلوا لقاع المية وبيبحثوا عن مكان آخر للخروج، وفيكتور مشغول بصراعه مع جو، لكنهم ما بيلاقوش أي مخرج
والمية ابتدت تغرقهم. بيستمر فيكتور في صراعه مع جو وبيحملها وبيكسر بيها الزجاج وبيفتح المكان وبينقذهم في آخر لحظة. وبيروح فيكتور لمكانهم عن طريق الموبايل. بيوصلوا لمكان آخر وبيجربوا فيه المفتاح لكن ما بيتفتحش وبيقولوا أكيد في مفتاح آخر. وبيوصل لهم فيكتور من الناحية التانية. بيشوف نيسان رسم المفتاحين مع بعض على الحيطة وبيعرف إنهم لازم يستخدموا المفتاحين مع بعض. وبيقول نيسان لفيكتور ارملنا المفتاح وبيرفض. وبتقول كلو إن فيكتور ما بيثقش في حد لكنه بيرمي لهم وبيحاول يدخل لهم من الناحية التانية. وبيضع نيسان المفتاحين مع بعض وبيفتح الباب. بيلاقوا مكان عجيب وجرار عملاقة. وبيقول نيسان ده مخزن روماني عمره أكتر من 2000 سنة. بيحمل نيسان كلو وبتفتح أحد الجرار الكبيرة وبتكتشف إن فيها ملح وبتستغرب. وفجأة بتتكسر الجرة اللي واقفين عليها وكل الجرار اللي حواليها وبينسكب الملح منهم. بيشوف نيسان جراب تحت الملح بيفتحه بيلاقي فيه خريطة ماجلان للكنز اللي بيبحثوا عنه. وأثناء ما بيقرأ الخريطة بتصوب عليه كلو المسدس وبتقوله اديني الخريطة. وبتقوله ان فيكتور خبى عنه خبر وفاة سام اخوه. وبتضربه وبتاخد الخريطة والمفتاحين وبتهرب. وفيكتور بيقول لهم من الشباك وصلتوا لإيه ومش شايف اللي بيحصل. بيجي فيكتور وبيفوقه وبيقول له نيسان ليه ما قلتليش ان سام مات وخلتني اجي معاك لأسبانيا. وبيحزن نيسان وبيسيبه وبيمشي. وبيتضح ان كلو بتعمل مع افراد العصابة لحساب سانتياغو المليونير اللي بيبحث عن الكنز. بيجهز نيسان حاجته عشان يغادر اسبانيا لكن فيكتور بيجيله وبيقوله انا عرفت راحت بالخريطة فين. بيركبوا طائرة وبيتوجهوا للجزيرة في الفلبين حسب الخريطة اللي معاهم. بتهاجم جو سانتياغو وبيغدروا بيه كلهم. وبيتضح ان فيكتور ونيسان مختبئين في السيارة اللي على متن الطيارة. وبيخرجوا وبياخد فيكتور الخريطة وبيقوله هننزل بمظلات. وبيتجهوا عشان يقفزوا من الطيارة. وقبل ما يقفز نيسان بيسأل جو انت اللي قتلتي اخويا سام وبتؤمر افراد العصابة يخلصوا عليه. وبيشغل نيسان المظلات المتعلق فيها الشحنات وبتندفع بسرعة وبتسقط من الطيارة لكن رجلين نيسان بتتعلق بأحد الشحنات وبيسقط معاهم من الطيارة. وبنرجع لأول مشهد شفناه في البداية. بتأمرهم جو يتخلصوا من كلو بعد ما خدوا اللي عاوزينه منها لكنها بتهاجمهم وبتطلق الرصاص على شخصين منهم وبيقعوا من الطيارة. ونيسان مازال متعلق في الشحنات. وبتتبادل كلو إطلاق الرصاص مع جو وأحد أفراد العصابة. وبيحاول واحد تاني يمسك نيسان وبيمسك رجليه وبتدفع أحد الشحنات في اتجاههم وبتسقط على الشخص اللي كان بيهاجم نيسان. وبتركب كلو السيارة وبتقفز من الطائرة وبيتعلق فيها نيسان. وبتقول له كلو بتعمل ايه هنا؟ بيقول لها انتي دفعتيني بالسيارة. وبتقول له تعالى ورايا وبيروح وراها وبيتعلقوا الاتنين في احد الشحنات. وبتقول له كلو شغل المظلة وبيحاول نيسان وبيشغلها وبينزلوا في اخر لحظة في المية وبيوصلوا لجزيرة في الفلبين. وبتنزل جو مع افراد العصابة المتبقين وبيبدأوا في البحث عن فيكتور ونيسان. وبيشوف نيسان كتابة ما بتظهرش إلا عن طريق النار على الكارت اللي تركه له سام أخوه بيقول فيها إن المفاتيح هي بوصلتك للكنز. وبيتأكد نيسان من علامة وبيعرف مكان الكنز على الخريطة. وبتقرأ كلو أثناء نوم نيسان مكان الكنز اللي كتبه من الخريطة.
ولما بيستيقظ نيسن بيقرأ رسالة بتقوله إنها راحت للمكان، وبيضحك نيسن وبيقول راحت للمكان الخطأ، وبيتضح إنه بيضللها لأنه متوقع إنها هتعمل كده. بتشوف جو نيسن في طريقه لمكان الكنز، وبينزل نيسن للمكان اللي فيه سفن ماجلان المحملين بكنوز كبيرة من الذهب. وبيصعد لسفينة منهم، لكنه بيتفاجئ إن فيكتور وصل هناك، وبيقول له اتفاجئت ليه؟ انت سايب الموبايل شغال وعرفت مكانك. وبيلاقوا البراميل كلها مملوءة ذهب وكنوز، وبيلوموا نيسن على وفاة سام أخوه وإنه ما أنقذوش، وبيقول له أنا جيت هنا عشان أشوف سام مش عشان الكنز. وبيقول له تفتكر إن الذهب أغلى من صديقك؟ وبيسيء الظن بفيكتور، وبيقول له فيكتور حاولت أنقذه لكن معرفتش أبدا. وبيقول له فيكتور لو كان سام موجود كان هيفخر بيك عشان قدرت توصل للكنز اللي كان بيبحث عنه. وبيشوفوا أفراد العصابة جايين وراهم المكان، وبتقول لهم جو خدوا الذهب وتخلصوا منهم فورا. وبيختبئوا فيكتور ونيسن أسفل السفينة، بيتفاجئوا إن السفينة بتصعد بيهم، وبيكتشفوا إن العصابة رفعوا السفينتين بطيارتين وهيسافروا بيهم والكنوز بداخلها، وبيهاجموهم وبيدور بينهم صراع طويل. لكن بيتغلبوا عليهم في النهاية، وبيصعد فيكتور للطيارة وبيهاجمهم، وبيقذفوهم من الطائرة، وبيقود هو الطائرة. وبتشوفوا جو من بعيد بالمنظار، وبتقول لهم يروحوا وراهم، وبينزلوا السفينة وراهم، وبيهاجمهم نيسن بجراب الخريطة وبيمسكوه، لكن بتصدمهم السفينة التانية، وبيستمروا في صراعهم مع نيسن وبيتغلب عليهم. وبيلاقي فيكتور السفينة بالطائرة أمامه مباشرة وبيحاول يتفاداهم، لكنه بينزل للمية. وبيصعد تاني بصعوبة. بيشوف نيسن قنبلة مدفع قديمة جدا، وبيقرر يستعمل المدفع، وبيقول له فيكتور العصابة في طريقهم لنا، وبيضع البارود في المدفع وبيحاول يشعله، لكن الولاعة ما بتعملش، وبيحاول يشعلها وأخيرا بتشتعل وبيشتعل البارود. واللي بيقود الطائرة شايفه، لكنه بيظن انه مدفع قديم ومش هيعمل، لكن بيعمل المدفع وبيصيب الطائرة، وبتبدأ تسقط بيهم في البحر. وبتقفز جو على السفينة التانية أثناء اقترابها منها، وبتتحطم سفينة العصابة وطائرتهم، وبيفرحوا لكنهم بيتفاجئوا إن جو نزلت عندهم السفينة، وبترمي جو هلب السفينة في البحر، وبتتوقف بيهم الطائرة. بيشوف فيكتور آخر ما تبقى من الذهب في حقيبته بتسقط، وبتهاجم جو نيسن وبتقوله بلغ سام أخوك تحياتي. بيقول لها بلغيه أنتي بنفسك أولا، وبيهاجمها، وبيحاول فيكتور يجيب الحقيبة وبيوصل لها، وبتروح جو خلف نيسن بخنجر، وبيستنجد نيسن بفيكتور، وبينظر فيكتور لنيسن والحقيبة آخر ما تبقى من الذهب، وبيقرر يضحي بالذهب وينقذ نيسن، وبيقذف الحقيبة على جو وبتسقط في المية، وبتسقط السفينة فوقها. أنقذ فيكتور نيسن وأثبت له إنه شخص نبيل، وإنه كان مخطئ لما ظن إنه ترك أخوه سام يموت. وبيقول له نيسن السفن اللي بتغرق غالية جدا. بيقول له فيكتور تمنها حوالي 5 أو 6 مليارات دولار، يقصد الكنوز اللي فيها. وبيشوفوا كلو اللي كلها أنانية، وبيقول يا ريتنا كنا سيبناها تروح من غير خريطة وارتحنا منها. وبيقول له فيكتور ابتديت تعرف الناس؟ بيقول له نيسن نعم، وعرفت إن قلبك من ذهب. وبيديله نيسن بعض الذهب اللي احتفظ بيه في جيبه، وبيفرح جدا فيكتور بيه، أحسن من مفيش على كل حال. وطبعا هو ده المقسوم له. بيتضح إن سام أخو نيسن لسه عايش وموجود في أحد السجون،
وبيكتب رسالة بريدية جديدة لنيسين، وبكده هيكون في جزء تاني للفيلم. انتظروه معانا على قناة فيلم في كلمتين إن شاء الله. إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.